ايش رح نسوي في اليمن السعيد؟ هذا هو اليمن السعيد. سيئون، شبام، تريم، وادي دوعن، نورت اليمن، المكلا، مدن عجيبة موجودة في اليمن في منطقة اسمها حضرموت. وادي دوعن في حضرموت، وين نسمع عن الحضارمة ومطاعم حضرموت وعسل السدر. هذا الذهب السائل، كنز ثمين تطلع كلها من هذا المكان. بلادنا. مدينة المكلا، هذا الكافيار تبعهم اسمه الكراش. هاي هي حضرموت. اليمن حضرة عبر التاريخ، حضارات وممالك، من مملكة سبأ وحضرموت وحمير، مرورا بالدولة الرسولية والزيدية والطاهرية، وصولا إلى عهد الجمهورية. كانت اليمن حاضرة على خارطة العالم قبل أن توجد حتى أمريكا بآلاف السنين، وكانت تعرف باليمن السعيد. يا حضرموت افرحي. واكيد اهلا وسهلا فيك يا حضرموت. وهي أول مدينة وصلناها، سيئون. كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيكم يا اخوان في اليمن. اخيرا في سيئون، حضرموت. يا هلا نورت. والله. نورت حضرموت ونورت سيئون ونورت اليمن كلها. الاكل الحضرمي، الثقافه الحضرميه، التجار، العالم، هاي عالم اليمن. احنا بنعرف انه اليمن اسمها اليمن السعيد. ايش هذا؟ ATM تراثيه؟ وهذا أول إشي بتشوفه، هالقصر، قصر سيئون، من أشهر قصور اليمن. هذا تقريبا يعتبر انه اكبر مبنى طيني في العالم. هيك اول ما تدخل، اول ما تنزل هاي المدينه، واليمن بلد مترامي الأطراف بمساحة 555 ألف كيلومتر مربع، تمتد أراضيه على طول سواحل بحر العرب وخليج عدن جنوباً بطول 1500 كيلومتر، وتلتف عند مضيق باب المندب لتتجه شمالاً وين محافظات تعز والحديدة وحجة في غرب اليمن بطول ساحلي حوالي 750 كيلومتر، وعدد سكانه 35 مليون. مندي حضرموت، طبق الأصلي. اكيد. وهذه الأكل الأشهر في العالم، المندي. المندي تشوفوها حول العالم في كل مكان، في مطاعم اسمها حضرموت. اليوم رح نتعرف كيف رح يعملوه من أكبر مطبخ في مدينة سيئون. هون في المطبخ الساعة 7 الصبح كل يوم. تخيلوا كل يوم زي هيك، دجاج، اللحم تحت الأرض، كميات هائلة. طبعا عشاق المندي يوميا بيجوا هون. شفتوا هاي الطريقة اللي بتنعمل فيها المندي الأصلي. هذه تشتهر في حضرموت، انتقلت هذه الأطباق إلى جميع أنحاء العالم. رقم 1 في العالم. رقم 1. طبعا بقول لك هاي الخلطة تاعت المطعم خاصة فيه، سر المندي الأصيل. بقول لك بيعملوا 700 دجاجة باليوم. أوه. كميات رز هائلة. 400 شخص رح ياكل. وضع الخلطة
هاي الطريقة خاصة بكبسة الدجاج. حاليا سوف يتم إنزال الدجاج. عملية الإخراج هاي طريقة تصفية الأرز من المياه. شلال من المي الساخنة، جاكوزي. ايوه خلطة البرياني. خلطة البرياني الأصلية. هذه لحمة برما. وهذا الفطور المعروف في حضرموت. هذا فطور في حضرموت، فطور الحضرمي. وهذا الغداء الأشهر بالعالم، المندي. يا ميداننا ويدان ايداننا. في سيئون هون في سوق للحنظل. الحنظل هو البزر. فوق الحنظل هذا. هذا هو الحنظل. ايوه له سوق كامل. ها ايوه. في فلسطين أجود أنواع العسل عسل السدر، اتصل نصل. واليمن معروفة بالعسل من شجرة السدر. هذا السوق شعبي، سوق عام، منطقة نحالين ومنطقة تجار، بحيث أنه يتجمعوا النحالين وتجار العسل في هذا المنطقة. تاجر عسل في سيئون حضرموت. في وادي دوعن في حضرموت، موطن أجود أنواع العسل في العالم. حياك الله. حييك. انتم مشهورين بالعسل ها في اليمن؟ نعم. رقم 1 في العالم. أيوه هذا عسل رقم 1 في العالم. هذا عسل من وديان حضرموت، من دوعن ومن أغلب وديان حضرموت. أيوه نعم. اوه شايفين هاي ب $400 عسل السدر، وفيه شفاء للناس. ها هذه $700. العسل الدوعني، كون دوعن أول ما بدأ فيها النحل وفيها أشجار سدر كثير. من دوعن بلد. أيوه. بسم الله. رحنا على وادي دوعن عند منحل علشان ما يقرص النحل. راح يهجم علينا. وقايه يعني. بس أنا؟ أوكي. نسوي شوية دخان علشان يهدى النحل. نبحث عن خلية. هذه يقال لها خلية. هذه خلية؟ هذا خلية نحل كلها الصندوق. النحل يروح يدور له الأزهار. هذا سدر، زهرة السدر. عسل السدر هو رقم 1 في العسل. وإنما اللي هو ما هو داهلها تقرصه يورد. ممكن أن تقرصني الآن. لو قرصتك ممكن تجيك مشكلة تحسس أو شيء لما أنت داهل. دائما يدافع عن خليته وعن عسله. الآن خايف إن احنا نشيل العسل منه. مقاوم هو يعني. أيوة شوفها تقرصها الآن شوف. والإبرة حقها تجلس في الجسم وهي تروح بدون إبرة تموت خلاص تنتهي اللي تقرص. يعني اطلقت النار وروحت. تقرص تدافع عن خليتها. حتى الموت. حتى الموت طبعا. هذه قوية يعني معها جيش معها. شوف هذا الملك. اوكي هذا العسل السدر. هذا الذهب السائل. بسم الله. نظف لك كل شيء هون، كل شيء. خير. منك يا عسل دوعن قوت العاشقين. يا سلام. بلاد اليمن. فروم دور تو دور. اتصل نصل.
وهذا الرجل اللي عمره ما شاء الله 106 عوام مثال حي على مدى فائدة العسل في تقوية مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، والسر في الحفاظ على الصحة لأطول فترة ممكنة. السر يكمن في عسل السدر اليمني. السيارة الكبيرة هذه الآن أقودها بنفسي، نعم، وبدون نظارة، الحمد لله. تعيش قناة الأردن. أنا جعفر محمد حسن السقاف، أبو موسى الكاظم. أنا من مواليد 1918. 1918 وتزوج قريبا. تزوج قريبا، نعم، قبل 4 سنوات، نعم. والآن أنا عمري 106 سنوات. ميلادية. الله يطول أعماركم كما ما طول عمري ربي. هذا المؤرخ والكاتب مشهور جدا في حضرموت، وهو بيعرف تاريخ حضرموت كامل. هذا حضر الحرب العالمية الأولى والثانية. الحرب الأولى والثانية أيضا. ما هو سر العمر ما شاء الله؟ نعم، أننا يوميا في الصباح آكل لي 7 تمرات عجوة من المدينة. 7 تمرات. 7 تمرات عجوة من المدينة، وبعد هذا أعمل العسل أيضا. العسل الحضرمي. العسل الحضرمي. على مدى كم سنة كنت على هذا الروتين؟ 105 سنوات. صلاة الظهر 4 ركعات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله. ممتاز بالصحة والعافية. أستنساج. الله يطول بعمرك أكثر وأكثر. ومن مدينة سيئون سقنا 15 دقيقة إلى مدينة عجيبة، مدينة اسمها شبام، تسمى منهاتن الصحراء، بمبانيها الطينية الشاهقة التي تعانق السماء والقائمة منذ مئات السنين. شايفين هاي البوابة هسه راح ندخل منها، دخلنا على مدينة تاريخية، مدينة مصنفة من التراث العالمي، منهاتن الصحراء. كيف منهاتن في نيويورك، هاي منهاتن الصحراء في اليمن. انت من مواليد شبام؟ ايوه. انت تحبها يعني المدينه هاي؟ خلاص بلادنا لازم نحبها، مش الا البلاد هذه، اليمن كلها بلادنا. ايش اكثر شيء يعجبك في المدينه؟ والله هو المدينه تراثيه، يعني هذا متحف مفتوح. وكلكم تعرفون بعض هنا؟ ايوه تقريبا اسره واحده. شايفين النوافذ هاي؟ شوفوا هاي بيقولوا انه كانت هاي ناطحات السحاب الاولى في العالم. اول ناطحه سحاب في العالم زمان، لانه هاي بيوت طينيه عمرها اكثر من 600 سنه، قبل ما تشوفوا العماير اللي بتشوفوها الان في نيويورك وحول العالم، هون كانت هاي الاولى. هيك بيوت طينيه، طلعوا كم طابق، طلع كم شباك. هاي المدينه الكل بيعرف بعض هون. مدينة شبام كانت السيول تحاصرها، ما كان عندهم مساحة إلا أنهم يطلعوا طوابق لفوق، 7 إلى 15 دور. شوف لما تطلع فوق ناطحات السحاب، شوف هاي واحدة من ناطحات السحاب. يا سلام، شوف المنظر. وهلا وسهلا بك، بيوتنا مفتوحة لكم، أهلا وسهلا. وشبام مطمع كل الدول، ما يحكم وادي حضرموت إلا لابد أن تحكم شبام، لأنها تجاريا هي سياسيا واقتصاديا وعسكريا. شبام تاريخ، كنز ثمين، بنائها الطيني، تكاتفها، نحن في سور واحد، أفراحنا وتراحنا واحدة. فالمدينة مشاعة، قلوبهم مع بعض زي بيوتهم مترابطين.
ثم انتقلنا إلى مدينة تريم، عاصمة الثقافة الإسلامية ذات 400 مسجد. مدينة المآذن وأم المدائن، عاصمة الثقافة الإسلامية على مدى الأزمان والدهور. So we're in Tarim at the moment. all over the world to Yemen to study Islam. طلعنا من سيون رحنا على الشبام، بعدين من الجهة الثانية بتيجي هون على هاي المدينة، وصلناها مدينة تريم. هذا الشاي الحضرمي مشهور هذا الشاي الحضرمي. وهاي العدة؟ وهذه العدة أمام. هذا اسمه الشاي البخاري. أيوة الشاي البخاري. في ألوان، في هذا الأحمر وفي هذا الأخضر. إنه اليمن مشهورة بالقهوة ولكن الشاي كل يوم. هاي العدة كلها في البيت عنده، والشاي عندهم ألوان مش لونه واحد. يا سلام. طبعا هذا الفن اسمه الدان. الدان يعني دندنة. شفتوا كيف بيعمل؟ بدندن. طلعت من هون من هاي المدينة، من مدينة تريم. دان يا دان يا دان داني، والأمل فيك يا غفار يا عالي الشان. وأصبحت عاصمة لكثير من الممالك التي كانت قبل الإسلام وبعد الإسلام. هذا مسجد المحضار هون في مدينة تريم، وفيها المأذنة بقول لك أكبر مأذنة طينية مبنية من الطين في العالم. بالصدفة يا إخوان قابلنا صديقنا هون من جنوب أفريقيا هون في تريم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. How are you brother? الحمد لله. and yourself? I'm good. So you are here in Yemen? I'm in Yemen, alhamdulillah. All the way from Cape Town? All the way from Cape Town, the other part of the world. MashaAllah. And why you picked this city? You know, it's a special place for seeking knowledge, so that's why I came to Tarim. So I initially studied in Egypt at the Azhar University, and then I came to Tarim to focus on the sciences of the art. It's about religion, spirituality, Islamic spirituality. You know, we all have different types of diseases of the heart. For example, anger, resentment, being judgmental, egotistical, pride. So Tarim is the perfect environment to actually develop, because you're sitting with people that's been through generations of tarbiyah. So how many nationalities? There's a lot of people? There's quite a lot of nationalities, people from all over the world, Canada, America, New Zealand, Australia. In this city? In this city. If you walk straight to the masjid called Dar Mustafa, you'll find them all there. So how long you been here? So I've been here for 7 months. السلام عليكم. ماليزيا، اندونيسيا؟ اندونيسيا. ايوه. يلا السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا حياك. صديقنا الآخر أيضا من جنوب أفريقيا، أوكي؟ تخيلوا أصوله ألمانية. أنا أصلا جيت هنا عشان أتعلم عربي عند دار مصطفى. نيتي كان أجلس هنا سنة، بس بعد جلست هنا سنة بس حبيت المكان وبكيت هنا يعني الحمد لله. لا عليك؟ أي والله. يا أخي اليمن السعيد ساحر ها؟ واللبس ما شاء الله اليمن. خلاص أصبحنا حضرمي ما شاء الله. ولا حبيت اليمن أكثر من بلادنا ما شاء الله. بلادنا حلوة يعني والله بصراحة، بس اليمن أحسن. اليمنيين ما شاء الله يعني أحسن ناس. هاي خيمته. لازم قهوة ما شاء الله. أنت بنيت الخيمة هاي؟ أي والله الحمد لله ما شاء الله. شوف المنظر عنده. أي والله الحمد لله ما شاء الله. بقول لك إنه هون هو مرتاح، بده يبعد عن صخب المدن. المفروض أنا أعزمك يا رجل. هي ما شاء الله مرة ثانية لو يقدر إن شاء الله. بسم الله. يعني ما هي خطر اليمن هنا؟ لا في يونم ماشي خطر، حتى في شمال ماشي خطر، كلام يعني بس. هي فضلوا تعالوا ما شاء الله، ارحبوا ما شاء الله، قويتوا. لا لازم يسبها بيسار عشان يعطيه الكب اليمين عند البدو. عند البدو؟ اي والله. إذا تهز الفنجان ايش يعني؟ الفنجان خلاص ما يبغى يعني خلاص. بسم الله. بسم الله. أنا بس بيت الأجواء ما شاء الله والعادات هذه الأشياء جميلة، ثقافة جميلة ما شاء الله، ماشي أجمل من ما شاء الله ثقافة العربية، مو بس يمن يعني العرب كلها ما شاء الله، من اليمن إلى المغرب إلى الأردن ما شاء الله. أنت يعني ما شاء الله العرب في الغرب المشكلة إحنا نسينا عاداتنا.
وادي دوعن. وانطلقنا اليوم اللي بعده، عبرنا الأودية في حضرموت إلى وادي دوعن. والله في مدينة الهجرين فوق الصخور. هاي اسمها مدينة الهجرين، ترتفع عن الأرض 950 متر. السبب الأول اللي هو الارتفاع عن السيول، عن مجاري السيول. لأن احنا في منطقة وديان. عدد سكانها تقريبا 4000. كانت تعتبر مدينة استراتيجية في تاريخ اليمن القديم في عهد مملكة حضرموت والدولة الحميرية. أنت الحارس؟ وتبدو وكأنها جزيرة وفيها جسور بين البيوت بتوصل بين العائلات. شوفوا المكان اللي احنا فيه هيك فوق الجبل في صخرة، كيف القرى المعلقة هيك انت بتنام فوق الجبل في بيوت طينية بتجنن على الحافة. هاي كلها أودية. هسه احنا منطلقين، خلصنا من وادي دوعن، هون راح ننام وننطلق إلى عاصمة حضرموت. بس على الحافة. ايه على راس الجبل. شوف الجبل. جولة في غرفتي في اليمن. طبعا انتم تشوفوا الاستقبال هون في اليمن اشي عجيب. طبعا بيقولوا اجمل مدينة في اليمن هي صنعاء، بس احنا لسه في حلقات اكثر من هاي، بس اصبروا. احنا في حضرموت في الجنوب لسه. شوف هسه هناك راح نروح كيف المنظر راح يكون. هذا المنظر هيك. هذا المسبح اعلى مسبح في اليمن يمكن. ولا اريزونا في امريكا راح زي هيك راح تلاقيه. راح ننام هون الليلة في أعلى القمة. هاي الإطلالة هاي إطلالتنا لليوم. ثم توجهنا إلى المكلا، نعم عاصمة حضرموت وبوابتها إلى العالم. هذا الخور اللي هو النهر اللي هو بيقسم المدينة كاملة. وتجولنا في شوارعها قديمها وحديثها، وجربنا أشهر مأكولاتها، وأول أكلة كانت أكل الشوارع. بيبيعوا شغلة اسمها الكراش. الكراش يعني يعطيك قوة. افضل وجبه شعبيه. مدمن كراش. مدمن كراش. تعرف بقول لك مدينة المكلا هي ثالث أهم مدينة في اليمن بعد صنعاء وعدن. خصوصا الناس هنا ترحب بالضيوف وكأنكم أنتم أصحاب البيت يعني. هاي المدينة الساحلية معروفة من أشهر الأكلات. شايفين هاي؟ كراش هي عبارة عن أحشاء السمك. هيك أمامك في كل مكان. السلام عليكم. هي وجبة شبه رسمية يعني عندنا بعد. بقول لك شبه رسمية. طلعوا الجمع الكريم. طلع البهارات اللي حاطينها هون. طبعا خاصة بالكراش. خاصة بالكراش. لها أوقات بس من الساعة 9 إلى الساعة 2 الظهر، بعد كده ما تلاقي أحد ياكلها. ما يسمونه البعض كوفيار. اوكي زي الكافيار. كيف الكافيار؟ بيض السمك. جرب الكبد وبيض. والبيض هذا اوريدي عاملينه لك. هذا الكبده. كبده السمك. بسم الله. اوه صور فيش. يعني هاي بتعطي طاقه بروتين يعني؟ بتعطي طاقه بروتين، والكبد قوي زين للنظر. والله رهيبه، نفس كبده الغنم طعمها. ايوه بس دي البهارات والطبخات الخلطه السحريه. الكراش يعني هي جت من اسم كرش الحوت. هاي كبدة سمك القرش. هي بتشوف الجودة الاختلاف بعدين. في جودة واختلاف عن كل واحد. واو. بهارات طعمها رهيب، كأنك تاكل كافيار. بس كافيار تبع اليمن.
طلع البحيرة كيف لونها أحمر. غلبتوا اليابان. أكلات مثل هاي الكراش والصيادية من أشهر الأكلات في المكلا. شوف معتمدين تماما على الأكلات البحرية. طلع حجم السمكة هاي، سفينة هاي. عشق هنا في المكلا. شوفوا مش بسيبيريا ولا بجرينلاند، انت باليمن. اللخم لازم تعمل لك زياره اللي هو الدراي فيش. بياكلوا سمك القرش مجفف اسمه اللخم. يا مرحبا، شلونك؟ طيب رح ناخذ جوله بحريه نشوف من وين بيطلعوا السمك اللي بتشوفوه بسوق السمك. كابتن رائد رح ياخذنا بجوله ان شاء الله. ليتس جو. شوف كيف موريتانيا نفس الاشي، البحر هون غني. اوكي من سوق السمك الان رح نجرب السمك. السلام عليكم. أول شيء نعرفكم على الأخت عبير، مكتب الثقافة. صحيح، مدير عام مكتب الثقافة في حضرموت. بالنسبة لليمن هنا طبعا اليمن متنوعة ثقافيا من شمال إلى جنوب، الأجواء مختلفة، اللهجات مختلفة، واجهة سياحية كبيرة، ولكن قد يكون حاليا يعني تعرف أنت الحرب حاليا وعوامل الاقتصادية هي اللي يمكن قللت من وجود السياح يعني. ولكن مثلا ما تشوف الآن سقطرى ما شاء الله يعني عامرة بالسياح في فترات معينة في السنة. اوكي عندهم جزيرة تعتبر أجمل جزيرة في العالم، طبعا هي قريبة من هون ولازم نزورها. واليوم الثاني طلعنا نفطر فطور شعبي بالمدينة. ايه صباح الخير. السلام عليكم. طبعا هون الفطور الساعة 7 الصبح. ايش بيفطروا اهل المكلا؟ الباخمري اسمه. طول بعمري. عجينة تنحط على الزيت، كل يوم الصبح الناس تيجي هيك على مدى الشارع هذا الناس تيجي تفطر باخمري زي الفلافل عندنا. عجينة تنحط على الزيت، هذا هو الباخمري. لازم شايب حليب معه. شايب حليب مع الباخمري لازم. ها؟ لازم. رهيبة لذيذة والله. يقول لك لابد مع الشاي حليب. عم صالح. يا حي ابوي. الناس مجتمعة على هذا المشروب، خلينا نعرف شو السر. أشهر قهوة عندنا التانغاويزي، هذا كلمة سواحلية من تنزانيا. تنزانيا وكينيا. هذا الكلام تنزانيا وكينيا. اوكي هون بيشربوا قهوة اسمها تانغاويزي. تانغاويزي هاي كلمة سواحلية اجت من كينيا ايام ما كانت اليمن متصلة بالعالم. هذا الكلام. من هاي الأرض، أرض حضرموت، أرض اليمن، انتشر الحضارم في أصقاع الأرض، حملوا معهم رسالة الإسلام وأخلاق الإسلام في تعاملهم وتجارتهم. How should a Singaporean Arab see himself? He should see himself as a Singaporean. He's part of the Singapore culture. And at the same time, he is also a Hadrami. وكان لهم أكبر الأثر في كل موضع حلوا فيه، فعلى أيديهم أسلم ملايين البشر
في دول عديدة، وعلى أيديهم قامت بنوك وشركات كبرى عالمية أثرت في اقتصاديات تلك الدول. The Arabs were the ones that was willing to take the risk of helping build Singapore up in the 1800s. وشغلوا مواقع علمية ودينية وسياسية مرموقة في كثير من دول العالم، ولا يزالون. عن مكونات لوز، سمسم، مع الزنجبيل، مع السكر الأحمر. هاي الناس جاي تشرب تنقويزي. تنقويزي قوي. اوكي، هاي هي القهوة التنقويزي حضرمية. بسم الله. واو، تحسوا شاي مع قهوة هيك خليط تنقويزي. نحن نتمنى بلادنا أن تكون إلى الأفضل طبعا. إن شاء الله بإذن الله، يعني في أمل في جيل جديد. بس اليمن مظلومة صح؟ إعلاميا وحرب وهذا تعرف ضروري يعني. هل ممكن في أمل يعني؟ أنا شايفة الأمل. شايفة الأمل؟ أوكي. هاي الأمل. شايفة الأمل كبير كمان. اوكي، طلعنا من مدينة المكلا إلى مدينة اسمها الشحر. طلعت منها الزفة هاي اللي راح تشوفوها هسه، اللي بتنعمل بالأعراس، بزفوا فيها العريس. هيك شوف. لعبة العدة، بس هي كمان بنفس الوقت حربية. زوجنا في اليمن. وحدنا الايادي واتخذنا القرار، حد الصفر موت يا انتصار، موت يا انتصار. وحدنا الايادي واتخذنا القرار، حد الصفر موت يا انتصار، موت يا. زفتوني هيك ولا كيف؟ عادي بنزف واحد. نزف مرة ثانية؟ يلا نزف مرة ثانية. وتعتبر هي رقصة حربية اللي فيها الدرقة طبعا والعود، واستطاعوا هذا الشحر بقوتهم وعزيمتهم من دحر هذا الغزو البرتغالي. يا قلم خط وانشر لافت على الجدار، خلي من كان غافل يستمع للخبر، واللي ديما يقايس يفلت عليه عيار. وشعب اليمن شعب فتي، بيمثل الشباب فيه أكثر من 70%، بيطلعوا إلى السلام والتقدم بعد سنوات طويلة من التهميش والصراع والحروب تعمقت فيها الجراح والألم. كل ما تمشي في مكان بيعزموك. ورغم كل ذلك ما زال الشباب متعطش للانطلاق وإثبات الذات. شرفتي احنا باليمن، حياك الله مستر. وتعريف العالم بالوجه الآخر المشرق لليمن. فهل تنتصر الحكمة اليمانية وتتوج بمصالحة من أجل اليمن وشعب اليمن؟ نشوفكم في الشمال اليمن بالجزء الثاني. لا تنسوا تشتركوا بالقناة واللايك.